الجنيه المصري ينخفض انخفاض كبير ليصل إلى 48 جنيه في البنك المركزي المصري. أهلا بكم في قناتكم الإخبارية المتخصصة في متابعة أسعار الدولار والعملات في مصر لحظة بلحظة. الدولار بدأ تعاملاته النهاردة على ارتفاع قوي جدا قدام الجنيه المصري في بعض البنوك المصرية. في البنك المركزي المصري سجل الدولار 47 جنيه و85 قرش للشراء، 48 جنيه للبيع. في بنك البركة سجل الدولار 47 جنيه و87 قرش للشراء، 47 جنيه و97 قرش للبيع. أما في بنك التجاري الدولي CIB وصل الدولار 47 جنيه و90 قرش للشراء، 48 جنيه للبيع. طبعا الدولار ارتفع ارتفاع، يعني سبب الارتفاع ده كله بسبب إن الحرب اللي دارت بين أمريكا وإيران. فطبعا طبيعي إن أنت تلاقي إن حركة الدولار والذهب في ارتفاعات قوية جدا. الحركة دي بتوضح كمان إن السوق لسه في حالة ترقب مع بداية الأسبوع، وسط متابعة مستمرة من المتعاملين. لو حابب تتابع أسعار الدولار والعملات بشكل يومي، ما تنساش تشترك في القناة، تعمل لايك للفيديو وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. مع السلامة.